احنا طبعا شفنا اخبار عن عوده العم هاودي او انكل هاودي، وان حصل تلميحات خلال الفتره اللي فاتت سواء في عروض الرو او السماك داون او الNXT، وكل التلميحات دي بتقول ان هو هيرجع. هل بقى الكلام ده بجد ولا مجرد اشاعات واثاره للجدل بسبب الفيلم الوثائقي اللي اتعمل لقصه حياه بري وايت؟ تابع معايا الفيديو ده وهفهمك كل حاجه، وقبل ما نبدا ما تنساش اللايك واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. في عرض الرو اللي فات حصلت لقطتين خلال العرض من خلالهم ممكن نقول ان في شخصيه غامضه راجعه للاتحاد قريب. اللقطه الاولى كانت اثناء الفاصل ومحدش شافها غير اللي كانوا قاعدين في القاعه. النور اتطفى ثواني واشتغلت موسيقى اتقال فيها كلام او اغنيه بنفس اسلوب الاغاني الغريبه اللي كانت بتشتغل مع بري وايت، وبعدها الاضاءه رجعت تاني في القاعه وكل حاجه رجعت عادي. طبعا ده ممكن نقول عليه ان هو مش دليل كافي على عوده العم هاودي، بس اللي جاي ده ممكن نقول ان هو دليل واضح جدا وكافي جدا. اثناء البرومو اللي عمله برونسون ريد ورا الكواليس في عرض الرو حصل جليتش كده في الشاشه زي تشويش لمده ثانيه. لو وقفت الفيديو عند اللقطه دي هتلاقي تحت على اليمين مكتوب كلمه هلو. طب ما عادي، ايه الدليل في كده؟ هقول لك يا سيدي ان جوه الاتحاد فعلا مفيش دليل، لكن بره الاتحاد في دليل قوي. بو دالاس اخو بري وايت عامل قناه على اليوتيوب اسمها دريد مير. بو دالاس بينزل عليها فيديوهات غامضه جدا بشخصيه العم هاودي. الغريب بقى واللي بياكد ان اللي راجع ده هو العم هاودي هو ان بعد عرض الرو او في نفس اليوم عموما نزل فيديو قصير جدا على القناه دي، وتخيل عنوان الفيديو كان ايه؟ برضه هلو. والفيديو ده ظهر فيه العم هاودي وشويه لقطات مرعبه وغامضه تاني. ومش بس كده، ده في نفس اليوم اللي اتعرض فيه الفيلم الوثائقي بتاع بري وايت نزل على القناه دي فيديو تاني بعنوان يو ار ا لاير، فيه لقطات صغيره من فيلم بري وايت اللي نزل زي ما يكون تكمله وتاكيد على اللي حصل في نهايه الفيلم ده واللي هكلمك عنه كمان شويه. وقبل ما الفيلم ينزل اصلا كان بو دالاس منزل فيديوهات كتير جدا بنفس الطريقه دي، وده اللي خلى ناس كتير جدا تقول ان هو راجع ولسه موجود وشغال جوه WWE، واحتمال يكون ليه خطط. اقول لك على حاجه كمان، حساب WWE على موقع اكس نزل تويته مكتوب فيها كميه هلو كتير جدا، والتويته دي نزلت لمده ثواني واتمسحت على طول. طب مبدئيا الكلام اللي هقوله ده لا هو اشاعات ولا هو توقعات، دي حقيقه حصلت وخلال الفتره الجايه هتشوفوها بتحصل فعلا في العروض، او هي فعلا بدات تحصل. والكلام ده هو ان العم هاودي اللي كان بيظهر مع بري وايت خلال اخر فتره ليه في الاتحاد رسميا هيرجع قريب، والدليل موجود في الفيلم الوثائقي اللي اتعمل عن قصه حياه المصارع الراحل بري وايت واللي نزل على شبكه بيكوك في امريكا. فانا اتفرجت على الفيلم كله وعرفت منه تفاصيل كتير جدا هقولها لك دلوقتي حالا. الفيلم كامل عن حياه بري وايت ومدته ساعتين، وبصراحه مليان تفاصيل حلوه جدا وحاجات اول مره نعرفها واول مره نسمع عنها، وفيديوهات لبري وايت من الكواليس اول مره نشوفها. لكن اللي لفت انتباهي جدا هو المشهد الاخير بعد لما الفيلم خلص وبعد الاسامي اللي اتكتبت وظهر فيها المشاركين في العمل. وعلى طريقه افلام السينما كان في مشهد بوست كريدت سين، اللي بيتفرج على افلام كتير ليها اجزاء عارف معنى الكلام اللي بقوله ده. المشهد ده بيبقى معناه ان في تكمله للقصه او للاحداث. المهم ظهر في المشهد ده المصباح بتاع بري وايت اللي كان بيشيله وهو داخل، والمصباح كان مطفي في المشهد. بعد كده فضل ينور ويطفي كذا مره، وبعدين فجاه ظهر انكل هاودي واقف قصاد المصباح ده وسمعناه وهو بيقول رن زي ما بري وايت بيعمل بالظبط، والشاشه قفلت على كده. فاكر التلميحات اللي حصلت في فتره عوده بري وايت والارنب اللي كان بيظهر وكيو ار كود والتلميحات الكتير التانيه؟ كل ده طلع من تفكير بري وايت. الفكره فكرته، ومن بعده الاتحاد بدا يطبق نفس الاسلوب ده في سيناريوهات تانيه سواء لعوده مصارعين او غيرها، او نفس الاسلوب ده هو اللي ختموا بيه الفيلم الوثائقي زي افلام السينما بالظبط، وزي ما بري وايت كان بيحب يعمل. في تلميح من الاتحاد ان شخصيه انكل هاودي راجع تاني، وفعلا هو خلال الفيلم قال ان هو عاوز يكمل مسيره بري وايت ويخلي ذكراه عايشه مع الجمهور. تم التاكيد في الفيديو برضه ان شخصيه انكل هاودي هو نفسه المصارع بو دالاس اخو بري وايت، وانه كان من زمان نفسه يشتغل هو واخوه في السيناريو مع بعض وما قدرش يعمل ده لحد لما الاتحاد رجعهم تاني سنه 2022. وبري وايت قال للاداره على الخطط اللي هو عاوز ينفذها، وقال لهم ان هو محتاج اخوه بو دالاس عشان يكون موجود معاه في الخطط دي وهيكون ليه دور كبير في الاتحاد، والاتحاد وافق فعلا على الكلام ده وبالفعل بداوا يشتغلوا على الخطط دي. الفيلم بتاع بري وايت برضه كشف ان في خطط كبيره جدا كان بري وايت عاوز ينفذها، زي انه يرجع تاني بشخصيه ذا فيند بشكل جديد ومرعب اكتر من الاول، وكان معاه رسومات للشكل اللي هو كان عاوز ينفذه، حاجه غامضه زي افلام الرعب. ولما مات قام اخوه بو دالاس وزمايله اللي كانوا شغالين معاه واللي كانوا بيساعدوه في صناعه كل الحاجات اللي كان بيستخدمها اخدوا الرسومات اللي كان بري وايت بيرسمها ونفذوها على ارض الواقع، وطلعت بالشكل اللي انت شايفه قصادك ده، قناع مرعب جدا لذا فيند، والمصباح الجديد على شكل راس ذا فيند بالشكل القديم. قالوا كمان الافكار اللي كانت بتيجي لبري وايت كانت بسبب ان هو عنده شغف بالفن وبافلام الرعب، فكان مهووس بالشخصيات اللي فيها، وكان عنده افكار جت من الحاجات اللي كان بيتفرج عليها وكان عاوز ينفذها. كمان في الفيلم كشفوا ان بري وايت واخوه بو دالاس كانوا هيشاركوا سوا في عرض ريسل مانيا 39، وبو دالاس كان طول عمره بيحلم بحاجه زي دي،
وكان نفسه يحصل جدا انه يشتغل مع اخوه في سيناريو واحد، لكن اثناء بناء العداوه والقصه اللي كانت المفروض تحصل بدأ بري وايت يظهر عليه تعب. الحوار تحديدا بدأ من اليوم اللي لعب فيه بري وايت مباراه مع إلي نايت في عرض محلي. وقتها بري وايت ظهر عليه التعب جدا، وإلي نايت لاحظ ده وسأله كذا مره اثناء المباراه انت كويس ولا لا، لحد لما ساعده ان هو ينهي المباراه دي وبري وايت خرج كسبان. عاوز اقول لك بقى ان لو حد كان قال وقتها ان دي اخر مباراه هيلعبها بري وايت في حياته ما كانش حد هيصدق خالص. من يومها بري وايت غاب لان تم تشخيصه بمرض كوفيد 19 واتحجز في المستشفى. بعد فتره خف، لكن الاطباء قالوا له ان هو عنده شويه مشاكل في القلب، بس مسموح له ان هو يعمل شويه تمارين كارديو خفيفه ومش هيكون فيها ضرر عليه. فعلا بري وايت بدا يتمرن وبدا يتحسن يوم بعد يوم، وكان بدا فعلا يجهز عشان يرجع تاني للمصارعه. لكن في يوم من الايام اخت بري وايت اتصلت عليه هو وبو دالاس لان كان عندها مشكله في البيت، فاضطروا ان هم يروحوا لها. واول لما وصلوا هناك بري وايت ظهر عليه التعب من تاني، وبو دالاس بدا يساله هل هو كويس ولا لا. ساعتها بري وايت قال له ان هو محتاج ينام شويه او محتاج يرتاح، والموضوع ده اتكرر تاني في يوم بعد كده. لكن المره دي الموضوع اتكرر في بيته. بري وايت كلم مراته الاولانيه واتفق معاها ان هي تجيب الاولاد من المدرسه، وكلم امه واخته واطمن عليهم. وبعد كده كلم جوجو اللي هي مراته التانيه وقال لها ان هو هيطلع يرتاح شويه، واتفق معاها انها تصحيه بعد ساعه. ولما عدت ساعه جوجو فعلا طلعت تصحيه، بس لقيته ما بينطقش ولا بيتحرك. قامت مكلمه اخوه وقالت له على اللي حصل، وكلمت الاسعاف وجم خدوه من البيت وخدوه على المستشفى. بعد محاولات كتير من الاطباء ان هم يسعفوه، قام الدكتور طلع لاهله وقال لهم للاسف عندنا اخبار وحشه، للاسف هو مات. الكل ساعتها انهار واتصدم، ومحدش كان مصدق ده لانه كان المفروض ان هو بدا يتحسن وبيجهز ان هو يرجع تاني للحلبه، لكن اللي حصل انه مات. بو دالاس بيتكلم على اليوم ده وبيقول انه عارف كويس الاحساس ده، وانه شاف نفس المشهد ده في افلام كتير جدا، وكان بيفتكر ان هو يقدر يستحمل حاجه زي دي. لكن لما اتحط في الموقف هو فعلا ما قدرش يستحمل، وقال ان هو بيعتبر اليوم ده اسوأ يوم في حياته كلها ومش هيجي اسوأ منه. في الفيلم كمان بنعرف ان بري وايت كان بيكره جدا شخصيه هاسكي هاريس اللي كان بيقدمها في بدايه مسيرته مع الدبليو دبليو اي، وانه ما كانش راضي نهائي عن الشخصيه دي لحد لما غيرها، او لحد لما تريبل اتش بقى مسؤول عن بري وايت وساعده او اتكفل يعمل شخصيه ليه وخلاه يطلع الافكار اللي عنده وساعده ان هو يقدمها للجمهور. وظهر من خلال الفيلم ان اغلب اللي كانوا موجودين في الكواليس كانوا بيحبوا يشتغلوا مع بري وايت جدا، وقالوا ان هو شخص لطيف وطيب وعكس الشخصيه المرعبه اللي كان بيقدمها، وانه كان بيضحك دايما وبيحب يساعد الناس، ودماغه كانت مليانه ابداع مختلف، وكان بيضيف لمسه لاي عداوه بيدخل فيها. لدرجه ان اندرتيكر اتكلم عن فتره عداوته مع بري وايت في راسل مانيا 31، وقال ان بري وايت مش بس ساعده ان هو يرجع تاني بشكل كويس بعد الخساره اللي خسرها في راسل مانيا 30، لكن كمان منافسته لبري وايت كانت منافسه تليق جدا بعودته، كانت زي لقاء العمالقه. وزي ما اندرتيكر رجعت له هيبته من خلال المباراه دي، فبري وايت كمان اثبت ان هو مش مجرد مصارع عادي بعد اللي قدمه قصاد اندرتيكر، بالرغم من ان هو خسر، لكن طلع لمستوى تاني من الابداع وهو بيلعبه. اتكلموا كمان عن مباراه مهمه جدا، وهي مباراه الفاير فلاي فان هاوس اللي لعبها ضد جون سينا في راسل مانيا 36. المفروض ان المباراه دي كانت هتبقى مباراه عاديه لحد لما تم الاعلان عن وباء كوفيد 19، وقرروا ان كل المباريات هتتلعب في مركز التدريب وهتتسجل. ساعتها بري وايت قال للاداره ان هو مش عاوز يلعب بشخصيه ذا فيند في حلبه فاضيه، واقترح عليهم ان المباراه دي تكون من نوع فاير فلاي فان هاوس. تم الكشف بقى ان المكان ده هو مش مكان موجود في الواقع اصلا، وانه موجود جوه عقل بري وايت وبس، وانه طول الفتره اللي ظهر فيها بري وايت بشخصيه ذا فيند، فلما كان بيظهر جوه المكان ده كان ساعتها بيسمح للجمهور ان هم يشوفوا افكاره، او بمعنى تاني خلى الجمهور هم اللي يسمحوا له انه يدخل جوه دماغهم ويخليهم يشوفوا المكان ده. عشان كده كان دايما بيقول لهم let me in، اسمحوا لي ادخل. ولما لعب ضد جون سينا فهو دخل جوه عقل جون سينا ولعب بافكاره وخلاه يفتكر الحاجات اللي حصلت له زمان وكان خايف منها، زي انه في اول ظهور ليه كان خايف ما يعرفش يعمل اداء كويس قصاد كيرت انجل، عشان كده ضربه بكل قوته ساعتها. لكن في المباراه بري وايت صور له انه ما عرفش يضرب كيرت انجل لانه كان خايف من ان ده يحصل. وفي المباراه برضه حصل ان سينا اتحول للشخصيه الهيل، لان في الحقيقه جون سينا كان دايما مش عاوز يتحول للشخصيه دي، لكن بري وايت برضه خلاه يتخيل ده، وكمان رجعه لذكريات راسل مانيا 30 لما بري وايت قال لسينا يضربه بالكرسي، وسينا رفض لانه كان ضد العنف. لكن في راسل مانيا 36 ضربه لانه كان عاوز يخلص منه ومن سيطرته على عقله. كل الافكار دي كانت افكار بري وايت لانه ما كانش عاوز يخلي شخصيه ذا فيند شخصيه عاديه. كمان في مباراته مع راندي اورتن في عرض TLC عام 2020 عرفنا ان اورتن حرق ذا فيند بجد، وان بري وايت كان لابس لبس واقي من الحرق عشان ما يتحرقش بجد فعلا، وان مش حد تاني كان لابس اللبس ده مكانه او كان بيمثل مكانه. كمان كان المفروض ان هو يكمل فتره بلبس ذا فيند المحروق ده، لكن اللبس ما كانش مريح خالص لبري وايت، وحاول ان هو يتاقلم بيه ولكن ما عرفش. عشان كده قال للاداره ان هو مش هيعرف يكمل كده، فقرروا ان هم يرجعوا ذا فيند بالشكل القديم تاني ولكن مع شويه تعديلات. وحصل في عرض ريسل مانيا 37
ساعتها الكل كان مستني قصة ذا فيند وأليكسا بليس تكمل ويشوفوا باقي أفكار بري وايت، لكن الكل اتصدم لما خسر قصاد راندي أورتن وأليكسا نفسها قلبت عليه. أليكسا نفسها بتقول إن مش هو ده اللي كان المفروض يحصل ولا هو ده اللي كان الجمهور عاوزه، لكن إدارة الاتحاد قرروا ده. وطبعا كلامهم في الفيلم كانوا يقصدوا بيه فينس ماكمان، ولكن محدش ذكر اسمه. الصدمة الأكبر بقى لما طلع قرار تسريح بو دالاس وبعده تسريح بري وايت من الاتحاد. الكل ساعتها قال ازاي يضيعوا حد مبدع زي ده، ازاي إدارة الاتحاد فكروا يضيعوا شخصية زي شخصية بري وايت. خسارة كبيرة جدا. بعدها بري وايت دخل في حالة نفسية سيئة جدا وخرج منها عن طريق ان هو فضل يرسم، وخلال الفترة دي طلع أفكار كتير جدا عشان لو حصل في يوم من الأيام والاتحاد قرر ان هم يرجعوه. ولما بدأت الناس تطلبه راح تريبل اتش اتصل بيه وقال في الفيلم ان هو كلم بري وايت وسأله هل حابب يرجع للمصارعة او لا، وبري وايت رد عليه ساعتها وقال له ان هو اكيد حابب يرجع. فبدأ يتمرن وعرض كل الخطط بتاعته على تريبل اتش بما فيهم فكرة التلميحات اللي كانت في العروض قبل عودته، وتريبل اتش هو اللي ساعده ان هو ينفذ الافكار دي ويرجع تاني لانه عارف قيمة بري وايت كويس جدا. دلوقتي ناس كتير بتسأل عن سبب ان بري وايت مش موجود في قاعة المشاهير السنة دي. ابو بري وايت مايك روتاندو قال ان هو مش معترض على دخول ابنه لقاعة المشاهير، ولكن هم محتاجين لفترة لحد لما نفسيتهم تتحسن عشان يتقبلوا حاجة زي دي. ولكن الاتحاد مش ناسي بري وايت مثلا او مهمشينه، بالعكس واضح جدا ان هم عاوزين يكرموه وعاوزين يكون ليه وجود وافكاره تكون مستمرة حتى بعد موته، بدليل فيلم الوثائقي اللي جبت لك منه كل المعلومات دي، وكمان وجوده في لعبة WWE 2K24 بجميع شخصياته، وكمان شخصية العم هاودي، وكمان حوار العم هاودي اللي قلت لك عليه ده. خطط بو دالاس والعم هاودي هتحصل يعني هتحصل، لكن امتى بالظبط وازاي لسه مش معروف. حاليا القصص اللي شغاله في الاتحاد تعتبر خلصت. زي ما انت شايف الاتحاد كله كان مركز على رومان رينز وكودي رودز وعلى سيس رولينز ودرو ماكنتاير وعلى سين بانك اللي رجع ولسه ما خدش لقطته والاتحاد لسه ما استخدموش، فدلوقتي يعتبر ما فيش قصص جامده. فاللي عاوز اقوله لك واللي باكده لك ان الاتحاد اكيد بيشتغل على خطط مدروسه ومترتبه صح، بحيث يكون الموسم الجديد كله في تركيز كبير جدا على بري وايت، ويحصل في بدايه السنه الجديده دخوله لقاعه المشاهير ويجهزوا خطط لقصه يكون هو لسه طرف فيها او اسمه عموما موجود فيها او تكون معموله عشانه، ومن خلالها يسلم الرايه لانكل هاودي، وساعتها يكون تركيز الجمهور كله على بري وايت من تاني. فدلوقتي عاوز اعرف رايك في الكومنتات، وقول لي شايف ازاي ممكن الاتحاد يرجع انكل هاودي ويخليه يشارك في الاحداث من تاني. ويا ريت ما تنساش اللايك وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس على كلمه اولى او كل عشان يجي لك اشعارات القناه اول باول لما انزل اي حاجه في اي وقت. والى هنا ينتهي الفيديو بتاعنا.